اهلا بيكم حبيباتي. النهارده جايبه لكم وصفه جديده وهي السينابون. شايفين بقى على الطبيعه عامل ازاي بعد ما استوى وبعد ما خلصنا. شوفوا ما شاء الله طلع هش وجميل، ولسه حتى محطناش اي صوص عليه. يلا نخش بقى على الطريقه. يلا نبدا بسم الله. النهارده هنعمل طريقه السينابون. معلش انا غايبه عنكم بقالي كتير، بس ان شاء الله الفتره الجايه مش غايبه عنكم تاني. جبت 3 كوبايات دقيق او نص كيلو دقيق. على حسب برضو الكمية اللي انت عاوزاها، بس انا بدأت كده بنص كيلو. ورشة ملح وحطيت لبن بودر، وحطيت معلقة نشا وبيضة وكيس فانيليا، وطبعا خميرة فورية ومعلقتين سكر. اللي ما اشتركش لسه في القناة ياريت يشترك ويفعل لنا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ومتنسوش اللايك الجميل عشان بقى تابعوا معانا في القناة بحاول اشكل لكم اكلات، وصفات، حاجات حلوة، حاجات مواقف تضحك، حاجات كده بحاول انوع لكم في القناة. وبرضو عايزة تعليقاتكم الجميلة على الحاجات اللي انا بعملها، وشوفوا برضو إيه اللي ممكن اقدمه لكم المرة الجاية او الفترة الجاية، عشان يعني ان شاء الله تتابعوا معايا في القناة. اهم حاجه في عجينه السينابون ان انت تعجني كويس قوي، والعجينه تبقى طريه قوي وما بتلزقش، وتحسها ان هي اصلا كده فلافي من قبل حتى ما تتخمر. حطينا الحاجات اهي. دقيق، هنقولها تاني. دقيق 3 كوبايات دقيق او نص كيلو دقيق على حسب ما انت بتعايري. وبيضه، ومعلقه خميره فوريه كبيره او كيس خميره فوريه، ومعلقتين سكر كبار، وفانيليا، ونص كوباية ومعلقتين سكر، وكوباية لبن. ممكن تزيد او ممكن على حسب بقى العجينة. هنقلب كويس قوي قوي قوي، ده اهم حاجة في العجينة ان هي تتعجن كويس خالص. واهم حاجة ما تلزقش معاكي في ايديك. انت هتعجني مهما تعجني، هنقعد مثلا 5 دقايق نعجن. انا شلت اهو المعلقة وقلت اعجن بايدي. او ممكن تحطي نص كوباية زيت، او ممكن انا حطيت كيس معلقتين كبار سمنة. يعني انت يا اما تحطي ده يا اما تحطي ده. انا قلت برضو قيمة غذائية، انتوا اللي متابعني عارف ان انا بقول قيمة غذائية كتير، ان انا عندي اولاد وكده. طبعا انتوا عندكم اولاد، فعايزين الحاجة تبقى مهما تتعمل تبقى برضو مفيدة ليهم. ما دام انا عاملاها في البيت، يعني ان انا ضامنه مكانها وضامنه المواد اللي فيها وضامنه الخامات اللي فيها والمكونات اللي فيها، فلازم تتعمل حلو. ممكن تضيفي كوباية لبن تاني، او ممكن تضيفي مية براحتك على حسب المتوفر معاكي. اما حاجة شفت العجينة بعد ما قلت اعجنها بقى على الرخامة عشان تبقى معجونة كويس ومخدومة كويس. بشوف ما شاء الله هي ما بتلزقش في الايد، وفي نفس الوقت طرية، وما شاء الله يعني جميلة. يعني هي دي الشكل المطلوب والحجم المطلوب والنتيجة النهائية بتاعة العجن. هنحطها طبعا في البولة اللي احنا كنا فيها ونغطيها ونستنى، يعني على حسب مثلا نص ساعة ساعة، نشوف على حسب ما اختبرت، على حسب المكان اللي انت حاطه فيه. قلت بقى استغل الوقت واعمل لكم الصوص السينابون. في لو عندك جبنة كريمي تمام، لو ما عندكيش بقى وهنوفر والدنيا تمشي وهي نفس الطعم، وهتلاقي برضو يعني تكلفة اقل. في جبنه النستو حلوه قوي، يعني انا جربتها كذا مره. جبنه النستو صراحه حلوه قوي، يعني هتنفع معاكي. حطي 3 مكعبات 4 مكعبات على حسب بقى كميه الصوص اللي انت عاوزاه. جبنه جبنه نستو اي نوع. جبنه نستو اي نوع عندك. ومع لبن شويه، ربع كوبايه لبن، يعني مفيش يدوب يعني، بس اللي هي الدنيا تمشي. ولبن بودر، لبن بودر يعني ممكن تحطي معلقتين 3 كبار. وسكر سكر بودر. وفانيليا، انا حطيت فانيليا. وهتضربيهم، يعني يا دوبك عايزين الصوص ولا هو تقيل ولا هو خفيف، ان هو لسه كده كده لو حطيتيه في التلاجة هيتقل شوية معاكي. فانتي عايزين يبقى الصوص مظبوط، هتحطي لبن بودر 3 معالق لبن بودر، معلقتين كبار سكر، 4 أو 5 جبنة نستو على حسب برضو. لو لقيتيها خفيفة حطي جبنة نستو، لو لقيتيها تقيلة حطي شوية لبن.
وحطيت لبن عادي، هتلاقيه مثلا ربع كوبايه ولا حاجه، يا دوبك بس تديها ضربه الحاجات دي تختلط مع بعض. طبعا الفانيليا عشان تدي ريحه وطعم للصوص. تمام. ضربتها انا دلوقتي، هحط اللبن شويه، بص مفيش، يا دوبك ربع كوبايه يعني، دوبك بس تمشي الدنيا. هتلاقي بس الصوص هتلاقيه معاكي يعني وسط، عشان لسه بعد ما نضربها هحطهولكوا هتصبهولكوا قدامكم. عشان دي تركاية بقى انا حطاها، اللي هو الكريم شانتيه. دي اختيارية، عادي تحطيها وما تحطيهاش براحتك، بس انا حطيت معلقة كده زيادة الطعم وكده، وبرضه قيمة غذائية. فانا بهتم جدا ان انا احط حاجات تفيد العيال، وما حطيت لبن بودر، ده لبن بودر، وحطيت في الاخر السكر بودر. بص صبتهولكوا، بص نازل ازاي يعني. يعني ما شاء الله، ولا هو خفيف خالص ولا هو تقيل خالص، يعني كمان الصورة معمولة، لكن هو ولا كان تقيل ولا كان خفيف. لسه هتحطيه في التلاجة ما شاء الله هيتقل اكتر من كده. فانا مش عايزاه تقيل خالص برضه، عشان لما بينزل عايزاه يبقى كويس على السينابون، يعني مش عايزاه تقيل ان هو يبقى تقيل الكمية، وفي نفس الوقت الطعم يبقى تقيل. لا تمام كده، الصوص مظبوط جدا 100%. هتحطيه في التلاجة. قلت لكم ممكن لو مش عايزين جبنة نستو، في طبعا اللي عاوز يجيب جبنة كريمي. وبرضو قلت بدل ما انا قاعدة، قلت اعمل صوص شوكولاتة او موس شوكولاتة. شوكولاتة خام، شوكولاتة مطبخ عادي، وحطيتها انا في طبق، وحطيتها او تحطوها في بولة وتحطوها على حمام بخار. هتحطوا الشوكولاتة ويعني نقطتين 3 مية، وفي الاخر هتحطوا معلقة زيت. بس في الاخر لما تسيح خالص الشوكولاتة. قلت اوريكم بقى انا بعملها ازاي، عشان اللي مش عارف او مش متابع، او اللي هو عايز حاجة سهلة وسريعة. بيتضاف عادي، وممكن تحط. وبعد كده انا حطيت برضو نوتيلا، يعني حطيت نوتيلا، وحطيت صوص شوكولاتة، وسيحت شوكولاتة اهي، شوكولاتة المطبخ، وحطيت الصوص الابيض. دي سريتها على النار، حطيت شوية مية صغيرين، وبقى سيبيها على حمام بخار. مية يعني مية بتغلي، وحطي عليها دي. رحت ابص اشوف على العجينه، ما شاء الله اختمرت اهي. حطها في كيس عادي يعني، ما كانش عندي ستريتش. تمام ما شاء الله لقيتها اختمرت. هتحطي شويه دقيق على الرخامه وبقى وتنزليها، ما شاء الله هتلاقيها بصي اتضاعفت طبعا، واختمرت جامد زي الفل. هتقسميها لو عندك المكان كبير فهتفرديها كلها، بس انا برجح يعني ان انت تقسميها نصين، بحيث ان انت تفردي براحتك بقى، ان لسه في حشو ولسه في لف وكده. فانا قسمتها، وجزء بقى فردته، ممكن تفرديه بايدك بالنشابه براحتك على حسب المتاح معاكي. وفي ناس بقى بتحشي سينابون بقرفه، وفي ناس بتحشيه كاكاو خام عادي. انا صراحه حشيته كاكاو خام عشان ملناش تقل على القرفه يعني، بس برضو طلع تحفه. يعني انا مش اول مره اعملها، بس انا قلت افيدكم معايا. بس قسمت العجينة نصين، وبعد كده بقيت افردها كده بايدي، بحيث تبقى طبقة، ولا هي سميكة ولا هي رية خالص، عشان برضه ما تتعملش معايا. فحسيت ان هي يدوبك طبقة مظبوطة، سمك مظبوط. هتعمل بقى العجينة، احاول افردها كلها بحيث تبقى زي مستطيل، عشان بحيث لما افردها رول تبقى مظبوطة، وكل حاجة مظبوطة يعني زي ما انا عايزة. بقيت افردها اهو بايدي، كأنك بتفردي عادي، كأنك بتعملي فطيرة، بس انت هتفردي عجينة. ولو في زيادات بنشيلها بحيث تبقى مستطيل. انا حاولت افردها كده عشان اوضح لكم في الكاميرا، وشلت الزيادات. وبعد كده قلت هتفرديها ازاي، او الكاكاو والحاجات دي هتتظبط فيها ازاي. اديني قسمت، حطيت كاكاو خام وسكر، يعني على قد ما كمية الكاكاو، مثلا معلقتين كاكاو معلقتين سكر، 3 معالق كاكاو 3 معالق سكر. السكر ما يشغلكيش، كل ده مش هتحسي بيه اصلا في العجينة. فمش هنحط على طول، لازم ندهن العجينة سمنة، عشان برضو الكاكاو او حتى القرفة تثبت معاكي في العجينة. اهو فردتها بايدي يعني عادي، عشان بس اتمكن منها، واعرف ان انا افرد كلها بكمية واحدة. كله يبقى، عشان كله يبقى وصله السمنة. تمام، فردت كده وفردت السمنة كلها، وتأكدت ان كله تمام. هتاني احط الكاكاو بالسكر. سكر بقولك كل ده مش هيأثر، كل ده هيدوب مع الحرارة، فما تقلقيش يعني، مش هيخشول في بقك ولا هيطقطق ولا اي حاجة. هو ما شاء الله هتلاقيه داب معاكي
في الحرارة مع السوا يعني. تمام. هنحاول نفرد بقى كله تمام، زي يعني كله عشان يوصل كل حاجة كل السكر والكاكاو للعجينة. وبعد كده هنلفها رول. التركاية بقى ايه، ان انتي عشان ما يفتحش منك ولا ما يعملش بعد ما تلفيها رول. هتلاقي جزء بعد ما قطعناها هنقطعها، هتلاقي جزء كده فالت، لا ده بدل ما هي بعد العجينة هتلاقيه فتح معاكي، هنحطه تحت العجينة. تمام. ادينا اهو بالراحة خطوة خطوة معاكم، ومشي معايا خطوة بخطوة عشان الدنيا تبقى ايه احلى، عشان تعملوا السينابون بطريقة سهلة وبسيطة في البيت. واللي لسه مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس ويعمل لنا اللايك الجميل بتاعه، عشان نستمر بقى في القناة ونعمل لكم وصفات سهلة وبسيطة وغير مكلفة. ادينا اهو لفيته رول، بحاول اوريكم يعني من كل الجوانب. بس فهتلاقوا ايه يعني، ما تسيبوش يعتبر فراغ، يعتبر تضغطوا برضو وانتوا بتلفوا، بحيث بصوا اديني عملتها زي الرول. وهنقطعها، في ناس بتقطعها بخيط مثلا ولا حاجة، في ناس بتقطعها عادي بسكينة بس حامية يعني، عشان ما تعجنش ما يدخلش كل حاجة في بعضه. هتبقى الطرف اللي مفيهوش حاجة بنشيله وجبت اهو صينية ودهنتها سمنة وعشان احط فيها على طول السناب اللي انا هقطعته. هنقطع حتة حتة معاكم واوريكم التقطيع ازاي. يعني حاولوا تبقوا يعتبر كله قد بعضه، يعني عشان يبقى كله يعتبر نفس الحجم. احنا هنا في الاخر هتلاقي الكاكاو، بصوا داخل ازاي، كله يبقى كله متشبع بالكاكاو والسكر. يعني حاولوا تضغطوا عليه شوية كده وتحطوا، او قلت لكم الطرف اللي هو هتلاقوه فاضي كده هتحطوه تحت السينابونية، يعني اهو الطرف ده تحطوه تحت، عشان بحيث مهما اختمر ما يفتحش منك، ومع النار ما يفتحش منك. دولي بقى والنبي، عشان نفسيتي يعني اليومين دول مش احسن حاجة. عايزة دعواتكم كتير، وعايزة اللي مستفاد معايا يعني يدعيلي جامد. ده شكل السينامون بعد ما اختمر ما شاء الله، يعني انا بحطه على البلكونة ما شاء الله، شفتوا الحجم بقى عامل ازاي، والكاكاو بصوا ما شاء الله شكله اصلا تحفة. بعد ما استوى بقى ده شكله ما شاء الله ما شاء الله، يعني هتلاقيه لونه ورد. ممكن تعملي تدهنيه اصلا قبل ما تحطيه في الفرن، تحطيه مثلا ببيضة وصفار بيضة، او تدهنيه بسمنة عادي. فده شكله النهائي. وهسيبكم بقى مع التزيين. تركات التزيين بقى، لازم السينابون يبقى سخن، عشان تحط عليها الصوص الابيض على طول، وبعد كده تضيف عليها بقى اي حاجه انت عاوزاها، سواء شوكولاته، نوتيلا، صوص بيستاشيو، مكسرات. شوفي اللي انت بتحبي ايه تاكليه يعني، تاكليه وحطيه عادي، اي تزيين هينفع. انا كان عندي نوتيلا، وكان عندي الشوكولاته الخام اللي انا عملتها معاكم في الفيديو، فانا ضفت الصوص الابيض. بصوا ما شاء الله تقلي ازاي، شكله حلو وما شاء الله مظبوط. وبعد كده بقى انا حطيت النوتيلا، وحطيت الشوكولاته الخام. بعد كده بقى انت عندك مثلا اي اضافات ضيفيها عادي براحتك، بس ده اللي كان متوفر معايا. ده بص ما شاء الله نوتيلا تقيله، وعاملاها برضو في البيت، هبقى اعمل لكم فيديو بيها ان شاء الله. وحطيت بقى شوكولاته الخام بعد ما سيحتها، زي ما مش معايا برضو في الخطوات، ارجعوا للفيديو تاني. وحطيت بقى كشكل يعني في الاخر. شوفوا انتوا عندكم مكسرات عادي حطوها، انا حطيت حتة يعني كده صوص ابيض وعملتها قلب. وبحبكم قوي، مع السلامة بقى في وصفة جديدة ومع قناة حياة مامي. مع السلامة.